البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم فيديو على وصفه روعه، يعني ما شاء الله، في تبييض القدمين. تقدروا تستعملوها ثاني كتبييض اليدين، يعني فريمون النتيجه تاعها بزاف هايله، وراح تلاحظوا الفرق من اول استعمال. بيان سور راح نوريكم النتيجه في اخر الفيديو. الوغ واش نسحقوا لهاد الوصفه؟ عندنا زيت جوز الهند، هذا كنت هدرت لكم عليه ديجا من قبل في الفيديو تاعي. نسحقوا مغرفه كبيره تاع زيت جوز الهند، نسحقوا مغرفه كبيره تاع ماء الورد. الا ما عندكمش ماء الورد تقدروا تستعملوا ماء زهر عادي، بصح انا نفضل تستعملوا ماء الورد. نسحقوا ثاني مغرفه تاع مايزينا يعني نشا. نسحقوا بضع قطرات تاع الليمون، وثاني نسحقوا فازلين طبيعي، يعني ما يكونش فيه اودور ولا لون، بدون رائحه. دونك ناخذ مغرفه من كل مكون وبضع قطرات من عصير الليمون ونخلطهم كيف كيف. فوالا البنات، كيما شفتوا معايا انا كنت درت مغرفه من كل مكون. اخر شيء راح نضيفو دوك هو الليمون. فوالا الليمون هنا نورمالمون ندير كلكو غوت، مي هنا راح ناخذ تقريبا نصف ملعقه تاع اكل. فوالا شوفوا، اذا كان الخليط تاعكم جاكم خفيف يعني جاري شويه، تقدروا تزيدوا شويه مايزينا ولا شويه تاع فازلين. اذا كان جاكم ثقيل زيدوا شويه عصير ليمون ولا ماء الورد. نخلطوا مليح. فوالا البنات، هذا شكل الخليط مور ما خلطنا كامل المكونات كيف كيف. ماذا بكم تحركوه بيان باش هكذا يتجانسوا المكونات مع بعض ويعطيكم نتيجه. دونك انا هذا راح نطبقوا على يدي باش نوريكم برك كيفاش تابليكيوه. ومور ما تابليكيوه تستعملوا اما دي غون كيما هادو الا كان في يديكم، واذا ما كانش عندكم دي غون تقدروا تستعملوا دي ساشي تاع الكونجيلاسيون. فوالا الا استعملتوه في يديكم عادي تقعدوا به اونطخ نص ساعه حتى لساعه، واذا كان استعملتوه ثاني في رجليكم حاشاك تقعدوا به نفس المده. بصح يستحسن انكم تباتوا به، مثلا كي يكونوا في فتره الحيض البنات ما حش يصليو ما حش يتوضاو، دونك يقدروا يقعدوا بها لا جورني. الا ما حبيتوش تباتوا بها في الليل، ما عليكم غير ديروا ان ساشي هكذا ولا تاع سيلوفان وتلبسوا القاشر. فوالا هاد لاستيوس هذه تقدروا تخدموها 2 فوا باغ سيمين، واللي حابه تشوف نتيجه يعني بسرعه تزيد دير 3 فوا باغ سيمين. هذا اون توكا على حسب البنات ودرجه الاسمرار تاع البشره تاعهم. اللي تجيها بزاف يعني دبغو مشميسه وبرونزاتيتو ديرها 3 فوا في السمانه، اللي حاجه خفيفه برك ديرها خطره حتى 2 مرات في السمانه. فوالا بنات، كيما راكم تشوفوني طبقت القناع يعني الماسك على يدي. صح قبل هذا كاين ايتاب مهمه جدا، مرحله لازم ديرها كامل البنات قبل ما دير لو ماسك، سواء في رجليكم ولا في يديكم. لازم ديروا مقشر. المقشر هذا انا كنت استعملت هذا تاع السكر مع زيت زيتون، يعني كنت حكيت لكم عليه من قبل في الفيديو تاع العنايه باليدين، روتيني العنايه باليدين. هو مقشر يعني طبيعي فيه زيت زيتون وسكر. تجوزوا على يدكم، تقشروا يدكم المنطقه اللي حابين تبيضوها، ومن بعد تابليكيو هذا لو ماسك كيما راكم تشوفوا. انا بالعاني درت في يد وحده باش نوريكم الفرق. فوالا ومن بعد تلبسوا لي غون ولا تلبسوا ان ساشي وتريحوا نص ساعه حتى لساعه، يعني اقل وقت هو نص ساعه. فوالا البنات، هذه كانت النتيجه النهائيه. كما راكم تشوفوا درت اكستري في يد وحده باش تشوفوا الفرق. فوالا شوفوا معايا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، جربوها وردوا لي بالخبر في الكومونتير. بيان سور ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا لي جيم لايك، واذا عندكم دي فيديو حابين تشوفوهم خلوا لي في الكومونتير. سلام.